صدقوني. وعملتي اغنيه الفتره اللي فاتت دي تمام عن فلسطين، ليه ما خدتيش دور ان انت تغني لا بص، تقولي مره واتنين؟ بص واشمعنى انا، الاغنيه دي؟ لا انا غنيت في الفوازير وغنيت في المسرح وفي الاستعراضات وعملت مسلسلات كتير للاطفال، وعملت مسلسلات كتير في التلفزيون وغنيت فيها ومعتمده اذاعه وتلفزيون. استاذ الموجي الكبير معتمدني والاستاذ محمد سلطان هم اللي امتحنوني. كنا بنعمل مسلسل اسمه طفل المعجزه في التلفزيون المصري 30 حلقه، كان في رمضان. استاذ هاني شنوده كان ملحن لي 6 اغاني في المسلسل، فكان لازم علشان يجيزوا الاغاني لازم ابقى معتمده اذاعه وتلفزيون. فاول مره كنت ما نجحتش، تاني مره رحت نجحت. كان زي ما قلت الاستاذ الموجي الكبير، وكان معايا اللي بيعزف لي الاستاذ عصام اسماعيل الملحن، دخل معايا الاستوديو 43 وعزف لي في الامتحان يعني. وغنيت اغنيه للنجمه شاديه ساعتها. وعملت بقى حاجات، يعني حاجات في المسرح كتير جدا. عملت خيل حكومه، كان في الاستاذ بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه بس افتكر بالظبط. عملت 6 اغاني مسرحيه خيل الحكومه، كان استاذ فؤاد عبد الحي، وكان استاذ جمال بخيت هو اللي كاتب الاشعار. كان طبعا يعني اغاني كانت حلوه قوي قويه في مسرح السلام، مسرح الدوله. عملت فوازير طبعا، استاذ حسن الاسمر كان ملحن لي في وزير الدلتاويه. التتر و10 الحان كانوا هديه منه للقناه. جميل حسن الاسمر، وهو كان، احنا كنا نجوم الفوازير يعني. واستاذ موجي الصغير كان عامل لي الحان في فوازير برضو دي وفوازير على بالي. وعملت اغنيه اسمها عيب كده، نزلت في الموسيقى 16 روتانا، كانت مع النجوم الكبار، استاذ عمرو دياب فنان جورج وسوف، فنان صابر رباعي، فنان هيفاء وهبي، الفنان هشام عباس، الفنان ايهاب توفيق، الفنان، مجموعه كبيره جدا. وكنت انا كده يعني، حتى انا لما نزلت الاغنيه دي قلت ايه ده، انا ايه اللي دخلني في الحته دي؟ دول نجوم كبار، ده انا يعني لسه يعني اول مره اعمل اغنيه سنجل تنزل في كاسيت. فكانت نازله في ميوزيكانا 16، كانت الحان الاستاذ عصام اسماعيل، تاليف الاستاذ سليمان غلاب. عايزه اقول لك ان اغنيه فلسطين دي بقى دي كلمات الشاعر الكبير الاستاذ احمد شوقي، اللي عامل الفنان حماده هلال ارفع راسك فوق انت مصري. عندك تاني الملحن تيمور، وموزع تيتو، ومهندس صوت وسيم، المخرج دكتور اشرف صلاح. ابطال الاغنيه اطفال حضانه شاتو، لان الاغنيه بتتكلم على يعني كانك بتحكي حاجه للاطفال بتعلمهم. طب ما نسمعها كده يا فنانه. طب ما نسمع اغنيه تسمعوها كده بصوتي كده ازاي؟ اسمعوها انا اديها لك بقى لا صوتك جميل، نسمعها كده بس. انا بس عايزه اقول لك على حاجه. احنا الاغنيه دي حبينا نعملها يعني، قعدنا اشتغلنا عليها 6 شهور ووزعناها في العيد اللي فات ده، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومشاركه معنويه مننا ليه، لان ده دوري كفنانه طبعا. يعني والحمد لله ناس كتير اعجبت بالاغنيه. وكل ما حد يسمعها ينبسط منها. يا ريت تسمعوها وتقولوا لي رايكم ايه، ويا ريت كل جمهورنا يسمعها. هي اسمها عصابه حراميه فلسطين عربيه. طب كوبليه منها صغير كده، صوتي كده بعد ده جميل صوتك جميل والله، بعد البكاء على طول بقى. فيه لمس انت يه والنون تبقى ايه، تبقى فلسطين، دي حروفها وخليكوا حافظين، مهما تعدي سنين وسنين، أرضي وطول عمرها عربية، واحتلتها عصابة حرامية، واحنا اصحابها، دي أرضنا احنا السكان الأصليين، والحرامية جولها منين؟ اتجمعوا من يجي 100 دولة، قالوا يعملوا فيها ليهم دولة، كانوا فاكرينها بسيطة وسهلة، وان احنا هنفضل ساكتين. BELESTINE فلسطين. ما عنديش حاجه اقولها دلوقتي بعد ما سمعنا صوت الفنانه الجميله، يعني فن وغنى وطرب، مش هقول حاجه تاني، انتوا اللي هتقولوا بقى. اشكرك يا فنانه حبيبي، ونورتينا والله، ولو اسفين لو احنا تعبناكي، ويا رب نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين. احنا المفروض نكون ضيوف خفاف عليكي. ربنا يسعدك، ربنا يخليكي لينا يا رب حبيبتي، الله يخليك.